بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة ما شاء الله يا جماعة الفيديو شيق شيق ما شاء الله كله خير. الست بتاع اللبن اللي تجيب لي لبن جابت لبن ايه. طبعا انا بجيب اللبن جاموسي ما شاء الله بيطلع دسم ما شاء الله. فضيته اهوت عشان اغليه. احطه بقى يغلي. حاول بس بعد ما احطه 15 دقايق كده اقف قصاده عشان ما يفرش. بعد ما يغلي احطه بقى في التلاجة كده واسيبه مثلا يوم. هو الافضل يوم يومين لحد ما ي- وبعدين اطلعه من التلاجة اهو. انا كده سبت يوم يوم ونص ما شاء الله على الخير بقى اللي فيه اهو. اطلع منه القشطه بقى اهو. احطها في في طبق. انا عامله الحركه دي مثلا كل ما اجيب 2 كيلو لبن اعمل كده وبجمعهم. مره اعمل سمنه، مره اعملها لباني جبن كريمه لباني، مره احطها على العسل الابيض، على المربى، حسب ما انتوا عايزين. كذا استخدام خير ما شاء الله في البيت ونستخدمه في كذا حاجه. ومن كده كده احنا بنجيب اللبن. طلعه اهو بقى. ده اللي احنا طلعناه من 2 كيلو لبن الاولانيين. طبعا انا كنت حاطه كميه في التلاجة. طلعتها هوريها لكم دلوقتي. طلعتها من التلاجة من الفريزر. بس هسيبها تفك بقى وبعدين نبدا الشغل بتاعنا. اهي لسه مطلعه من الفريزر اهو. بقول لكم تلج. اللهم صل على محمد وعلى اهل محمد. سيبها تفك براحتها بقى. اظبط لنفسي فطار بقى كوبايه لبن مع قرصه كده وبعدين نبدا شغلنا. بوريكم بقول لكم ده اللي طلع من ال2 كيلو وده اللي كان موجود في الفريزر. جهزت الفطار بقى قلت افطر لحد ما القشطه اللي انا طلعتها من الفريزر تفك شويه. ما شاء الله الفيديو ده احساس حلو قوي وانا بعمل القشطه كده. صلي على النبي. اللهم صل على محمد وعلى اله محمد. تحس الخير كده. فيديو اسمه الخير والله. فضيت بقى القشطه حطيتها في الطبق السين الكبير ده وحاولت اعمل بالمضرب ده مع القشطه كلها مسكت فيه. بقول لكم بحاول مش. بعدين عملت بايدي بقى. قعدت احرك بايدي كده. اول دقيقتين ينفع تعملي الكريمه لباني. لو قعدت تضربي تاني بتقلب سمنه بقى بلدي ويفصل منه الشرش ده. يعني ممكن نعجن منه بقى. كل ما اضرب اهو كل ما يكمل. هتمسك في ايدنا دلوقتي. يعني هو بكتير قوي دقيقتين 3 بكتير قوي. بقول لكم كده تحسيها مرمله شويه. طلعت بقى التلج من الفريزر عشان الجو كان حر قوي. كان عايز التلج بيخليها تمسك اكتر وتفصل المش ده من السمنه نفسها. عجن بقى فيها كده لحد ما فصلت خالص كده. حطيت التلج فيها وفصلت خالص ما شاء الله. المش اللي طلع ده ممكن بقى نعمل بيه نعجن بيه بيتزا شويه قرص. ينفع في كذا حاجه نحطه على المش. عندك مش قديم نحط عليه. والسمنه الله ما شاء الله اللهم بارك طلعت ومن خير عندنا. كل حاجه عندنا ما عملناش حاجه من بره. كده احنا بنجيب لبن ونشرب. اللهم بارك اهو. قطعتهم على قطعتين اهو ما شاء الله. الفيديو النهارده يستاهل لايك واشتراك يا جماعه عشان يوصلكم كل جديد.
ربنا يجعل عندكم الخير كله يا رب. ربنا يصلح حالنا وحال المسلمين، كتر علينا خير وعلى المسلمين يا رب. يا رب يكون الفيديو عجبكم. حاولت احط تلج بقى، بقول لكم بقى التلج ده هو اللي يعني هو اللي مسكها شويه، خلاها تمسك اكتر. سمنه بلدي ولا مش سمنه بلدي؟ ما شاء الله. والريحه بقى مش قادره اقول لكم عامله ازاي، طعم والريحه كانك يعني جايباها من مكان موثوق مني. كده كده القشطه موجوده عندكم واللبن موجود، وبألف هنا. ربنا يجعل الخير عندكم يا رب. قعدت احط في تلج كده عشان تمسك اكتر، الجو كان حر قوي. اشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم.